بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، تحليل سريع كده يا جماعه الخير للشوط الاولاني الماتش الاهلي وفاركو. الشوط ده كان بعنوان كله طلع شمال. عباره عن ايه يا جماعه الخير؟ ان احنا ما بنلعبش غير على ناحيه واحده بس، وزي ما احنا بنقول ان الاهلي من فتره طويله ما بيلعبش غير بناحيه واحده، سواء لما كان معلول موجود او حاليا لما كريم فؤاد. طيب دلوقتي المشكله بقت فين؟ المشكله ان احنا شبه بقينا فريق متوقع جدا. انت عارف ان الكرة هتطلع من الناحية الشمال، محمد عبد المنعم يلعبها لكريم فؤاد، وبعد كده يطلع على يطلع على حسين الشحات، يطلع على امام عاشور، ويستغل ان ممكن يتحرك وسام ابو علي في ظهر الفرقه. طب هنشوف الكلام ده دلوقتي ونشوفه مع بعض. تمام، حلو قوي. ادي رقم واحد. هنبص الكرة دلوقتي جت من عبد المنعم لكريم فؤاد اللي معاه الكوره. كريم فؤاد بيلعبها، تمام، بيتحرك فيها وسام ابو علي في ظهر اللعيبه، تمام، بيلعبها لامام. امام طبعا للاسف النهارده ما كانش في مستواه، فبالتالي ما استفدناش منها. طيب نشوف اللي بعد كده. طيب الكرة هنا امام عاشور هو اللي نزل استلم، تمام، بيلعبها لحسين الشحات. طب كويس، ادي تاني عنصر عندنا. طيب تالت مرة عندنا دي كريم فؤاد بيلعبها لأكرم توفيق اللي عمل اختراق عمودي، وبرضه من نفس الناحية. طيب اللي بعده، الكرة دلوقتي بتوصل لحسين الشحات، هنشوف حسين بيلعبها لأسامة أبو علي وبرضه بتضيع. كل ده يا جماعة الخير هي نفس الناحية. تمام، دي خامس أو سادس هجمة لحد دلوقتي. ادي حسين الشحات، ادي امام عاشور، برضه نفس القصة. هو ده الثلاثي اللي احنا بنلعب بيه. هو فكرة امام عاشور مع كريم فؤاد مع حسين الشحات، هو ده نفس. بدل ما كان في معلول قبل كده، بقى شلنا معلول حطينا كريم فؤاد، وبقت هي الاهلي بالظبط عامل شبه اللي بيطير بجناح واحد، زي الملاكم اللي بيلعب بدراع واحد يا جماعة الخير. طب نشوف اللي بعدها، نفس القصة، احنا ما بنتغيرش. تمام، الكرة مع امام عاشور بيلعبها هوت لحسين الشحات. طيب ايه اللي حصل؟ حسين بيستنى يحاول يشوف مين اقرب لعيب له. هتلاقي امام بيقرب، هتلاقي كريم فؤاد بيقرب. تمام، ادي الكرة مثلا وصلت لامام بيحاول يلعبها لكريم فؤاد وفشلت. طيب نخش على اللي بعده، نفس الكلام من كريم فؤاد لحسين الشحات. المره دي كرة الجون، ودي الكرة اللي ظبطت فيها ما شاء يعني الحمد لله. حسين الشحات عرف يلعبها لوسام ابو علي، وسام خطف نفسه من قدام المدافعين، وقدر يحتفظ بالكرة وقدر يلعبها في الوقت المناسب قبل ما المدافع يقطعها منه، ولعبها لحسين الشحات والحمد لله ربنا كرمنا. طيب نفس القصة برضو كريم فؤاد حسين الشحات، بتلاقي انت ان امام بياخد الطرف، تمام، وبيلعب، وسام ابو علي هو اللي طبعا بيلعب في القلب. نفس القصة يا جماعة الخير، احنا طول الشوط الاولاني بنلعب على نفس الطريقة. برضو هنا من حسين الشحات لكريم، تمام، والكرة دي كانت ممكن لو وسام ابو علي احسن التعامل معاها كانت ممكن تدخل. فيعني احنا خلينا بس يا جماعة الخير ان زي ما احنا بنقول كده، ان احنا باستمرار ما عندناش غير الثلاثية، ما عندناش غير طريقة لعب واحدة هجومية مؤخرا، وهي زي ما قلنا كريم لامام لحسين الشحات ومعاهم وسام ابو علي. طيب في حاله ان المدافعين بتوعك او المدافعين بتوع الفرقه اللي قصادك اتعودوا على كده وخلاص حافظوا، هتعمل ايه؟ الناحيه اليمين انت بتعمل بيها ايه؟ الشوط الاولاني كله الناحيه اليمين ما جاش من عندها غير كره واحده تقريبا. لك ان تتخيل ان فرقه زي الاهلي احنا معديين اكتر من 10 11 هجمه، والناحيه اليمين ما ظهرش فيها في الشوط الاولاني كله غير هجمه او اتنين. طب وبعدين؟ وهيفضل لحد امتى؟ بس كده، سلام عليكم.